اهلا بكل الماميز اللي معانا. النهارده هنتكلم في شتة الماميز عن موضوع حساس بس لازم نتكلم فيه، ازاي نعلم ولادنا يتعاملوا مع التحرش. اول حاجه في ازمه التحرش دي، وقبل ما نفهم الطفل يعني ايه تحرش، لازم يكون عارف ان جسمه ملكه هو بس ومحدش ليه حق يلمسوا من غير اذنه. ولازم نقول لهم جمله واضحه: جسمك مش ملك حد غيرك، واي لمسه تزعجك لازم تيجي تقولي. ونأكد على اولادنا ان السر اللي يخوفهم او يضايقهم لازم يقولوه لمامتهم او لباباهم. يعني ما ينفعش حد يقول لهم ما تقولش لماما وبابا، لازم يستوعبوا ان ده غلط. طب لو طفلك اتحط في الموقف ده، حد ضايقه او حاول يلمسه بطريقه مش مريحه، لازم تفهمي طفلك انه يقول لا بصوت عالي ويبعد فورا، ويجي يحكي لمامته او باباه من غير ما يخاف من العقاب. ولازم تكوني عارفه ان الدراسات من يونيسف بتاكد ان الاطفال اللي اهلهم بيفتحوا معاهم مساحه كلام بيكونوا قادرين يحكوا وما يخافوش. واحنا دورنا نسمع ونطبطب من غير ما نلوم او نتعصب. الطفل لازم يحس ان بيته هو المكان الامن. طيب لو عرفنا ان طفلنا اتعرض للتحرش، اول رد فعل لازم يكون هدوء وحضن. ممنوع نزعق او نلوم الطفل بكلام زي ليه ما بعدتش او ليه ما قلتش من الاول. الكلام ده بيخلي الطفل يقفل وممكن يخبي تاني. طبعا بتسأل ايه التصرف الصح، لازم تطمن الطفل وتقول له انك مش غلطان، اللي عمل كده هو اللي غلطان. نسمعه للاخر من غير ما نقاطعه. وطبعا لازم ناخد الخطوات القانونيه او نبلغ المكان اللي حصل فيه الموقف ده، سواء مدرسه او نادي او اي مؤسسه، عشان الموقف ما يتكررش مع اطفال تانية. والخطوه الاهم هي اننا نتابع مع دكتور نفسي متخصص في الاطفال لو حسينا ان في خوف او كوابيس او تغيير في سلوك الطفل. وفي النهايه خلوا بالكم يا ماميز، الامان النفسي اهم من اي حاجه، والطفل لو لقى حضن واحتواء هيعرف يعدي، لكن لو لقى لوم او خوف ممكن يسيب اثر طول العمر.